الكلمة الآن إلى المستشار والشاعر رئيس المجموعة الأستاذ علي حفيظة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمع الكريم، انطلاقا من الأهداف المنبثقة عن ثورتي 14 جانفي و17 فبراير المجيدتين، وترسيخا لهذه الأهداف وتحقيقا لطموحات هذين الشعبين العظيمين، وهي بناء الدولتين على أسس الديمقراطية الصحيحة، البناء في مضمار الإعمار بجميع أنواعه، أو بناء الإنسان في حد ذاته بالرفع من مستواه التعليمي والتفكير والرقي به إلى مصاف الشعوب التي سبقته إلى ذلك من النواحي العلمية، مع الاحتفاظ بالثوابت الدينية ووضع البرامج والخطط التي ترتكز على الحقائق العلمية. كل ذلك دفع هذه المجموعة، مجموعة بيت المقدس، إلى الارتقاء نحو هذه الأهداف ودراستها والعمل على انتقاء الخبرات من البلدان الثلاث تونس وليبيا وفلسطين، لتشارك بخبرتها وقدرتها العلمية في البناء وتقديم العون والمساعدة للحكومات إذا ما طلبت منها ذلك، على وجه الاستشارة والاستعداد أيضا لتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وهي رهن الإشارة لتلك الحكومات أو الجهات ذات العلاقة، وعلى استعداد أيضا لإبرام التعاقدات التي تستلزم ذلك. أما في أوقات الأزمات فستكون هذه المجموعة السباقة إلى تقديم يد العون والمساعدة حسب ما يتطلبه الظرف وما تحتاجه هذه الشعوب من إيواء ورعاية صحية ورعاية اجتماعية، كما تقوم بدورها بالسعي إلى تقديم الحلول الناجعة لأي أزمة قد تطرأ لتحول دون حدوثها، وذلك لتقديم الحلول من ذوي الخبرة إلى من يستطيع تنفيذها على أرض الواقع وتساعد على تنفيذ ذلك. وآمال هذه المجموعة كبيرة جدا ولن تألو جهدا في تحقيقها، وأملها في حكومتي الشعبين التونسي والليبي أن يباركوها ويفتحوا لها الأبواب لتحقيق هذه الأهداف. وقد قامت هذه المجموعة بتأسيس هيكلتها في ظل هاتين الثورتين العظيمتين، وهي على يقين بأن الحكومتين الناشئتين هما بمثابة التوأمين ستوائم بين الشعبين وتوحد بينهما في جميع المجالات، وترتقي بهما إلى أعلى سلم الحضارة، وستجعل من هذه المجموعة سندا وعونا لها